الفيديو ده مقارنة جامدة جدا بين أقوى هاتفين في الفئة الاقتصادية، وهو سامسونج A16 وريدمي نوت 14. وهم من وجهة نظري هم أفضل موبايلين في الفئة السعرية دي، والاتنين تقريبا بنفس السعر. هنقارن بينهم في كل التفاصيل، وانت هتقرر مين الأفضل بالنسبة ليك. ولو لسه ما اشتركتش في القناة، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تصميم بصراحة الهاتفين من افضل الهواتف في الفئة الاقتصادية، والتصميم بالنسبة لي الاتنين كويسين وتصميم شيك. ولكن التصميم في الاخر دي اذواق. يعني انا بالنسبة لي انا تصميم الريدمي نوت 14 ومسكته افضل من السامسونج A16، لكن هو التصميم ده في الاخر كل واحد وليه ذوقه في الشكل وفي مسكة الموبايل. لكن كاميرات السامسونج شكل تقليدي بالنسبة للتصميم متعودين بيه في نسخ كتير جدا من سامسونج. بالنسبة للخامات الاتنين من البلاستيك، ومن خلال تجربتي للهاتفين ريدمي نوت 14 اللون الاسود فيه ده اللي انا جربته فعليا، انا بكلمك من خلال تجربتي انا. اللون الاسود فيه بيكون اقل في البصمة شوية، ما بيبصمش على الظهر زي الاي 16 بيبصم، لكن خفيف جدا جدا. بالنسبة للشاشة عندك الشاشتين، عندك السامسونج بيجي الاي 16 شاشة السامسونج الاي 16 بتيجي سوبر امولود بدقة فول اتش دي. ريدمي نوت 14 امولود بنفس الدقة فول اتش دي. والحجم تقريبا 3 من 100 الفرق بينهم. حجم الاي 16 6.7 بوصة، والحجم تقريبا ما يفرقش حاجة خالص. يعني الريدمي نوت 14 6.67 من 100. اما كثافة البكسلات عندك السامسونج الاي 16 385 بكسل، والريدمي نوت 14 395. لكن نقطة السطوع بيتفوق فيها بالنسبة لي أنا الريدمي نوت 14. سامسونج الاي 16 800 نيتس، لكن الريدمي نوت 14 1800 نيتس. ده في الشمس او في ضوء النهار كده هتحس بفرق واضح ما بينهم هما الاتنين، هيكون دي نقطة تفوق للريدمي نوت 14. ومعدل التحديث بالنسبة لي انا معرفش ازاي سامسونج منزلات 90 هرتز مع ان الشاشة سوبر امولد وحاجة كويسة جدا. وفي الريدمي نوت 14 معدل التحديث بيكون 120 هرتز، ودي نقطة تفوق في معدل التحديث للريدمي نوت 14. وخاصية اولويز ان ديسبلاي الريدمي نوت 14 بيدعمها، الاي 16 ما بيدعمهاش. خلاصة الشاشة او خلاصة المقارنة في الشاشتين ما بين بعض، الريدمي نوت 14 في الشمس هيكون افضل، اما الاي 16 كتجربة مشاهدة هيكون افضل، لكن مش الفرق اللي حضرتك يعني هتحس بيه يعني. ومعدل التحديث في الريدمي نوت 14 افضل، وده هيديك حاجة في التصفح هتكون افضل. وبالنسبة لي انا في شكل النوتش اللي في شاشة سامسونج اي 16 ده شكل قديم. اما عندك الكاميرات، عندك الريدمي نوت 14 بيجي بكاميرا اساسية، الكاميرا الرئيسية بدقة 180 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.7، ودي بتدعم التركيز التلقائي. وركز في الكاميرات عشان لو حضرتك هتشتري للكاميرات ركز في الكاميرات، عشان كل موبايل منهم وبيدعم حاجة التاني ما بيدعمهاش. اما الكاميرا التانية بتيجي بدقة 2 ميجا بكسل، ودي كاميرا خاصة بالمايكرو وعدسة العزل. وكمان الكاميرات بتدعم ال HDR. في ضوء النهار هتاخد تصوير جامد جدا وتجربة جامدة. يعني بالنسبة لنا في ضوء النهار لا، التصوير كويس جدا جدا جدا. وفي الريدمي نوت 14 هنا بتاخد الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ممكن تعدل بيه على الصور، ممكن حاجة صعب تلاقيها في الفئات السعرية دي. وكمان في مثبت بصري هتاخد فيديوهات كويسة لو بتتحرك وانت بتتصور. وبالنسبة للسيلفي أداؤه مقبول بكاميرا 20 ميجا بكسل. بالنسبة لكاميرات السامسونج 50 ميجا بكسل، والرئيسية 50 ميجا بكسل، وعندك كاميرا 5 ميجا بكسل للتصوير الواسع. والتصوير الواسع دي مش موجودة في الريدمي نوت 14، عشان كده بقول لك ركز في الكاميرات لو انت هتشتري للكاميرات. وعندك الكاميرا التالتة ب2 ميجا بكسل، دي كاميرا الماكرو. بصراحة الكاميرات في سامسونج اي 16 هتديك تجربة ممتازة، والصورة هتعجبك في الإضاءة كويسة، والسيلفي نفس الشيء. لكن أنا بالنسبة لي السيلفي هنا برضو متقارب جدا بين الموبايلين وبعضهم. خلاصة الكاميرات مش هتحس باختلاف كبير، غير
بالنسبة لمعالجة الصور ريدمي أفضل حاجة بسيطة، لأنه بيدعم الذكاء الاصطناعي في معالجة الصور، لكن كاميرات سامسونج الألترا وايد مش موجودة في الريدمي نوت 14. الخلاصة كاميرات ريدمي نوت 14 هتحس بفرق بسيط جدا، ما يعتبرش فرق بالنسبة لي أنا غير في الكاميرا الأساسية أو في دعمه للذكاء الاصطناعي. بالنسبة للمعالج والأداء الموبايلين نفس المعالج هيليو جي 99، وكلمة الترا اللي موجودة على الريدمي نوت 14 هيليو جي 99 الترا دي كلمة ممكن انا شايفها تسويقية، لكن الاتنين نفس التكنولوجيا بتاعة التصنيع اللي هي 6 نانومتر. الاداء متشابه في التصفح وفتح التطبيقات. سامسونج اسرع بجزء من الثانية، يعني بجزء من الثانية من خلال تجربتي ليهم الجهازين. سامسونج اسرع بجزء من الثانية، مش السرعة اللي هتحس بيها بفرق، وده بسبب واجهة شاومي تقيلة شوية. وفي الألعاب الأداء متشابه، ومع التحديثات هيلعب معاك بابجي هيوصل ل60 فريم. لكن بالنسبة بقى تعالى للصوت، لا أنا بالنسبة للصوت دي نقطة تفوق واضحة جدا 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 للريدمي نوت 14. الصوت ستيريو مع دعم خاصية دولبي أتموس، وكمان بيدعم فتحة ال3.5 ملي، يعني الصوت مش الصوت ستيريو وفي ال3.5 ملي. لكن السامسونج صوت مونو، ودي حاجة يعني انا معرفش ازاي سامسونج عملتها في الموبايل زي ده، لكن الصوت مونو وكمان شالوا مدخل ال3.5 ملي، والاتنين بيدعموا ميكروفون لعزل الضوضاء. بالنسبة لنا الصوت ده نقطة تفوق واضحة جدا ريدمي نوت 14. بالنسبة للبطاريات، البطاريات سامسونج بتيجي ب5000 ملي امبير مع سرعة شحن 25 واط. وطبعا انت عارف هتشتري الشاحن، وركز وانت بتشتري الشاحن السوق مليان شواحن مضروبة وبنفس التيكت بتاع سامسونج، ودي نقطة مش كويسة في شركة سامسونج. المفروض من وجهة نظر انا مش هعدل على الشركة، هو بيعملوا كده عشان يقللوا من سعر الجهاز، لكن هو لو نزل الشاحن كان تقريبا هيكون نفس سعر الريدمي نوت 14. في الريدمي نوت 14 بالنسبة للبطارية 5500 ملي امبير، وهنا في تفوق لريدمي نوت 14. البطارية أعلى ب500 ملي أمبير، دي مش شايفه فرق، لكن الفرق الحقيقي اللي أنا شايفه هي سرعة الشحن. سرعة الشحن هنا ريدمي بيدعم 33 واط، وكمان الشاحن بيكون في العلبة. أداء البطاريات كويس في الاتنين، لكن سرعة الشحن بالنسبة لي ريدمي. مستشعر المكالمات الاتنين سوفت وير. التحديثات، ودي التحديثات بالنسبة لي نقطة تفوق لسامسونج A16، بيتفوق لأنه واخد 6 سنين تحديث، 6 سنوات تحديث، لكن الريدمي 4 سنين بس تحديث. والبصمة في سامسونج في زرار الباور، وفي ريدمي في الشاشة. يعني أنا هقول لك الخلاصة بتاعة الفيديو ده. بالنسبة لي أنا السعر وقت تصوير الفيديو، وحضرتك ليك الاختيار. الاي 16 نسخة 8256 ب9200. 9200 ده بالمصري طبعا. هتشتري الشاحن، يعني انت هتشتري الشاحن كده خلاص، يعني الشاحن ب400 جنيه مثلا، فانت كده بتتكلم في 9600. ريدمي نوت 14 لنفس النسخة 8256 ب9800 جنيه. بالنسبة لنا خلاصة الفيديو ده، لو حابب أداء أقوى مش بفرق كبير جدا، أداء أقوى، لأ خليك في الريدمي نوت 14. لكن لو حابب مشاهدة وتصفح طبيعي كده، يعني لأ خليك في سامسونج A16. والفرق بسيط جدا 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 بينهم. وفي نهاية الفيديو ما تنسناش من الاشتراك ولايكك الجميل بيدعمنا، وشكرا.